برضو دي جزئية مهمة، يعني برضو نرجع للسؤال بتاعنا، ايه حضرتك شايفة ايه الحاجة اللي لو والله المهندس ده لو فعلا ممكن تبقى عنده، او ايه السكيل او فاليو شايفة انها فعلا تميز مهندس عن التاني؟ يعني في ناس، واحد حد مثلا يقول لك، ممكن يقول لك كريتيفيتي، ان الشخص يكون كريتيف. واحد تاني يقول مثلا لا، ان الشخص يكون بيستخدم اكتر من برنامج. ايه يعني وجهة نظر حضرتك بص، ايه في انا حاجة شبه كده؟ بالنسبه لي ما فيش اللي هي الحاجه اللي تكون في الشخص، لا، لان الموضوع زي ما بقول لك ان الموضوع نسبي. ما ينفعش ان انا اقول لك انت علشان تكون مهندس ناجح كل الشركات تبقى عايزاك، لازم يكون فيك واحد اتنين تلاته اربعه خمسه. لان ما اكيد. فيش ولا شركه مم. اصلا بتفضل البروجكت اللي فيها طالبه نفس المواصفات طول عمرها. اكيد. لا، المتطلبات بتتغير، فبالتالي الحاجات الاحتياجات اللي هم بيبقوا عايزينها بتتغير. هل في صفات مبدئية لازم تكون في الناس؟ احنا ممكن نتكلم فيها في جزء السوفت سكيلز. تمام. ان مثلا لو صفات شخصية اكتر، بس لو هنتكلم على حاجات از تكنيكال، اه. طبيعي لازم اللي انت يكون معاك سوفت وير، يعني كاد، مش شرط سوليد. في برامج كتير، انا لو هتكلم عن احب نفسي اسمع برضو فانا البرامج اللي حضرتك تحبيها. اشتغلت سوليد، اشتغلت انفنتور، اشتغلت حاليا بشتغل بكريو. كل ابلكيشن او كل برنامج على حسب برضو تفضيل الشركة يعني. يعني مثلا شغلي اللي فات انا كنت بشتغل انفنتور، بس عندي زمايلي بيشتغلوا سوليد ورك. حاليا انا بشتغل كريو، زمايلي في بيشتغلوا انفنتور وفي بيشتغلوا سوليد ورك، على حسب مجال الشغل او على حسب متطلبات الشغل بتحكمك في وقتها ايه. وفي برضو برامج بتكون يعني بتنجزك شوية عن البرامج التانية في مجالات معينة. مم. يعني بالنسبة لي مثلا كان الانفنتور بيساعد اكتر في مجال حاجات حقن البلاستيك. في ناس لا، يعني كانوا زمايلي بيشتغلوا سوليد وكانوا شايفين ان هو مريحهم اكتر، فبرضه ده تفضيل شخصي يعني. تمام. بس حضرتك شفت اي صعوبة في نقل ما بين برنامج من سوفت وير لسوفت وير تاني؟ كان في اي مشكلة في القصة دي؟ آه، ممكن اصعبهم. الانفنتور، يعني الانفنتور مش بيتقبل ان هو يشتغل على برنامج تاني، يعني هو يشغل لك اي حاجة بس غلس شوية في ان هو يشغل حاجة. اسهل برنامج في حتة الداتا ترانسفورميشن هو السوليد ورك طبعا. بيكون مميز فيه السوليد ورك. يلا انا بحلم وتعالى احلم معايا، يلا دي ننفذ حقيقة. اي اه. تصميم، انت صح، انت كويس. مم. في برامج لا يعني ممكن تكون بتحددك شوية في الافكار، بس بتكون كويسة في حتة التنفيذ. يعني انا بالنسبة لي كان الانفنتور يعني معيق شوية في شوية حاجات، بس كان بينبهني ان لا، الحاجة دي مش هينفع تتنفذ في ارض الواقع، كنت بركز فيها اكتر كده يعني. تمام. حلو جدا النقطة دي يا باشمهندس. فعلا فكرة السوفت ويرز وكده، شباب كتير بتبقى مش عارفة ايه، طب انا ليه في برامج كتير؟ يعني ليه خلاص كلنا هو العالم كله في يشتغل ناس بالسوفت وير؟ بتشتغل كاتية، في ناس بتشتغل كانت هي اباكاس. فعلا. اه، في مم. يعني كان عندي زمايلي يعني بيحبوا جدا الكاتية اكتر من سوليد ورك، وكانوا يعني ما شاء الله هم لحد دلوقتي يعني فنانين فيه اكتر. فهو الموضوع يعني تفضيل شخصي بحت. يعني انا الصراحة بالنسبة لأي، اشتغلت. اتفضلي يعني اتفضلي يا بالنسبة باشمهندس. لأي شغل، او مثلا كمدير او كشركة هتطلب منك ايه، هي الشركة بتطلب منك برودكت، فاينل برودكت او فاينل 2 دي دروينج. انت اللي عملته مم. برنامج، ده حاجة ترجع لك بشكل كامل. دي حقيقة فعلا. وانا فعلا برضه اشتغلت بالكتية، بس اللي كان عاجبني في السود ورك ان هو كبداية الديزاين اعتقد ان افضل برنامج، يعني ده وجهة نظري الصراحة، ان هو ممكن يبتدي بالسود ورك. سود ورك كتعليم. كبداية كده، لا برنامج بسيط. انت يعني إن الواحد لما يفتح الكتية في بدايته كده تحس ان الدنيا صعبة اول كده. كده. فاتح يعني مثلا ايه وورد مثلا وعايز اكتب، حس كده ان هو الحوار انت رجعت 2005. فدي مشكلة فعلا. بس فعلا. باينري كودينج كده 0 1. بالظبط. انا فعلا السوليد ورك لو حد لسه بيبدأ خالص، يعني مثلا as a student في اولى في تانية، اكيد السوليد ورك مم. يكون كويس جدا معاه، حتى لو يكمل بيه مفيش مشكلة يعني. اول فترة، وفعلا في ناس بتكون فنانة جدا فيه
ويعرفوا تولز. انا لسه لحد دلوقتي بكتشف تولز فيه كنت فعلا بتصدم فيها يعني. مم. ناس خبرة فيه بقالهم 10 سنين، فما شاء الله عليهم بيفاجئوني كل شوية. كل ما انا اقول لهم حتة لا انا مش بحب السوليد ورك فيقولوا لي طب شفتي التول دي؟ يلا تعالي معانا بقى تيم سوليد. بس هو فعلا تفضيل شخصي يعني. دي حقيقة فعلا يا باشمهندس. هو في سؤال كمان انا عارف ان هو نسبي، لو هو فكره هي الرود ماب، ايه الرود ماب بتاعت الميكانيكال ديزاين؟ انا عارف ان هو سؤال نسبي على حسب انت تشتغل في انهي تايتل بالظبط، بس يعني في كلام كتير بنسمعه، مثلا يعني مثلا حد ممكن يقول جي دي اند تي. طب والله انت لازم طبعا برامج السوفت وير، تعرف المانيفاكتشرنج بروسيس. في حاجات يعني جنرال شويه، احنا طبعا انا عارف ان هو كل حاجه، كل تايتل ليه رود ماب بتاعته، بس تمام. ايه الجنرال؟ يعني ايه اللي حضرتك شايفاه ان هو كويس ان واحد لسه جنرال المفروض يعرف؟ ممكن الجزء ده ندخل فيه تفاصيل شوية، ويبقى هو أهم جزء أو التايتل بتاع البارت ده. إن أنت لو عرفت السايكل أو البوزيشن المتاحة ليك كميكانيكال انجينير، من خلالها تقدر تستخدم تول الديزاينز معاك. هي اللي هترسم أكتر رود ماب. كنا بنقول في الأول إن أغلب الناس فاكرة إن أنت كميكانيكال انجينير مفتوح لك، يا إما بتكون مثلا أنت متاح الوظائف ليك برودكشن انجينير أو مينتيننس انجينير وبس، يا إما بقى الديزاين انجينير ده مثلا بيكون تكنيكال اوفيس أو كده. فلا، في بوزيشنز كتيرة جدا في شركات كتير، سواء انترناشونال او لا، بيكون فيها الوظائف دي. يعني انت عندك حاجه زي البروسيس انجينير. البروسيس انجينير ممكن يكون ليه علاقه شويه زياده بالبرودكشن، بس طول الديزاين معاه على طول. هو لو المايند بتاعه مش مايند ديزاينر انجينير هيقع. فدي من الوظائف اللي ممكن ناس كتير مش واخده بالهم ان انت ممكن دي سكه من سكك الميكانيكال ديزاين انجينير. حاجة تانية مثلا الايكويبمنت ديفلوبمنت انجينير. الايكويبمنت ديفلوبمنت انجينير الجوب تايتل ده مش موجود في شركات كتير، بس يعني انا ابتديت الاحظ ان هو ابتدى ينتشر. بيكون هو ايه مثلا المهندس ده بيبقى الجوب ديسكريبشن بتاعه ان هو بيطور في المكان الموجود. طب انت هتطور في المكان الموجود ده عن طريق ايه؟ انت مش شرط ان انت كديزاين انجينير يبقى المنتج بتاعك عبارة عن حاجة من المنتج. لا، ممكن اصلا الماشين نفسها اللي انت تطور في جزء منها. فطبيعي اللي انت هيكون عندك ديزاين، عندك هتراجع حاجات، هتبقى لازم تكون فاهم كويس قوي المكنة دي اتعملت ازاي. احنا كان عندنا مادة كاملة كانت عن اللي هو تصميم الماكينات. فلازم تكون انت فاهم الجزء ده بيتعمل ازاي علشان تطوره. في تراديشنال ماشين انت حابب ان انت تجيب حاجة اوتوميتد ماشين، فهتكون فاهم ايه البارتس اللي جواها علشان لما تيجي تجيب بارت تانية اوتوميتد. فده من البوزيشنز اللي برضو موجودين. في بوزيشن حاجات تانية زي السيرفيس انجينير. السيرفيس انجينير ده ممكن يكون بوزيشن شوية ناحية السيلز. آه، انت في شركات بيبقى مش فكرة السيلز مش مجرد بس بيع بشكل مباشر قد ما هو افتر سيلز. طب انا دلوقتي ببيع منتج، المنتج ده لازم يكون في ريبير على طول. ففي بوزيشن اسمه سيرفيس انجينير. انت بعد ما في مثلا مكنه اتباعت او منتج اتباع، المنتج ده بيكون فيه تعديلات على طول. فانت مطالب ان انت يكون عندك كل الافكار اللي انت توفرها للكلاينت بتاعك علشان تريبليس الجزء ده من الماشين او كده. فده السيرفيس انجينير. الجوب ديسكريبشن اللي انا بحكيه ده مثلا من خلال التجارب الشخصيه اللي انا اتعرضت ليها. ممكن شركات يكون المسميات الوظيفيه دي عندها فيها جوب ديسكريبشن حاجه تانية. بس انا عن نفسي مثلا، انا لو انا في الكليه ما كنتش سمعت مثلا عن السيرفيس انجينير او البروسيس انجينير، ما كنتش تعرضت للمسميات دي. عرفتها اكتر لما دخلت مجال الشغل يعني. فدي كلها حاجات الباك جراوند بتاعت المهندسين دول ايه بيكونوا ميكانيكال ديزاين انجينير عادي جدا تمام، حلو جدا. كدراسة يعني. مم. تمام فدي واعتقد. بقى مجالات زي ما بقول لك كنا اتكلمنا في الاول ان هي بلو اوشن. مم. في ناس كتير مش بتاخد بالها اصلا من المجالات دي، او ممكن كفريش جرادز مش بيبقوا عارفين ايه ده، هو البوزيشن ده مناسب ليا اقدم فيه ولا لا. او ممكن مثلا هو شايف البوزيشن بس علشان ما فيهوش كلمة ديزاينر بالظبط فخد بالظبط، دي خطوة حقيقة. لورا كده، لا ده مش بتاعي او ده مش مجالي.
يعني الافضل يا باشمهندسة انك تشوف التايتل، اقرا عنه كويس، تعرف هو محتاج ايه وتبدا تذاكر له. ده افضل حاجة. ممكن بالظبط، يعني الجوب ديسكريبشن برضو او الريسبونسابيلتيز اللي بتكون موجودة في كل جوب تايتل بتوضح لك اكتر عنه. بلس حتة برضو دي ممكن الناس مش بيبقى عندهم ثقة في نفسهم في الحتة دي، بأكد عليها ان كل شركة الوظائف اللي فيه، او ممكن مثلا الجوب ديسكريبشن بتاع كل وظيفة فيها مختلف عن الشركة التانية. يعني انا في زميل ليا اتعرض للموقف ده، ان هو كان معروض عليه وظيفة في شركة برضو كبيرة ليها اسم كبير. فالانترفيور كانت بتسأله انت المسمى الوظيفي بتاعك دلوقتي ايه، فلما قال لها عليه قالت له لا، ما فيش حاجة اسمها كده. مم. فده انا كنت شايفاه رد عنيف جدا من الاتش ار ده. لان يعني هو كل شركة بتحط مسمى على حسب الهيكل الوظيفي على بتاعها. حسب بالظبط، دي حقيقة. لما اتسألت طب مثلا الوظيفة اللي انت مكلماني علشانها ايه هي الريسبونسابيلتي بتاعتها، فلقى ان نفس الريسبونسابيلتي اللي مطلوبة منه في الشركة الجديدة اللي هو مطلوب يعمل فيها انترفيو هي بالظبط نفس الريسبونسابيلتي اللي هو بيعملها في شركته اه. الحالية. ففكرة المسمى الوظيفي من شركة لشركة دي، يعني انا بشوفها ناس كتير بتقع فيها. بس هي فعلا حاجة يعني على حسب الهيكل الوظيفي للشركة، فما بالظبط. ينفعش الناس تخاف من مسمى وظيفي معين من غير ما تكمل قراية ايه هي المسؤوليات اللي هتبقى على المسمى ده، او ايه الحاجات اللي هتطلب منها فيه. حلو جدا يا باشمهندس.